يسأل على الجماهير كيف دخلت وكيف وصلت إلى الطائرة. الجماهير كيف وصلت إلى الطائرة، إلى مصعد الطائرة. طبعا وصلوا إلى مصعد الطائرة بعد أن استفزتهم التحالف العربي المتواجدين، نحن ما بنقول في السعودية العربية، التحالف العربي الموجودين داخل المطار. داخل المطار دخلوا أجزاء من الجماهير الممثلين لشلال، ما يتعدوش 5 نفر أو 6 نفر، سمح لهم بالدخول المطار إلا صارت الحضور. قاموا بعض التحالف العربي من السعوديين بالاستفزاز للجماهير بعدم رفع العلم الجنوبي وعدم رفع شلال علي شاعر. هذا كلام وانا موجود، مش موجود، انا موجود، مش حد قال لي ولا حد كلمني، انا موجود وانا المرتب وانا المسؤول على دخول البوابة. استفزتهم احد القادات السعوديين، استفز الجماهير ورفض عدم رفع صورة شلال وعدم رفع صورة علم الجنوب. هذا الشيء اللي نرفز القوات، اللي نرفز الجماهير المتواجدة داخل المطار. ولا احنا كنا رتبنا لهم وكتبنا عليهم متبطل الطائرة حتى لا يفعلوا النفوضة، وصلت الطيران، وصل عندهم العلم، خرج واحد من عندهم، خرج من داخل المصالة يقول لهم السعودية رفضت تخلينا نرفع شلال وقطعت صورة شلال ورفضت نخلينا نرفع علم الجنوبي. شوفوا لوين حتى انا استفزت، انا حتى انا ثار دمي، انا بنفسي انا ثار دمي من هذا الكلام لما وصلني هذا الخبر. وفعلا قلت انا ما بنستعجلش نحكم على المملكة العربية السعودية بهذا الحكم اللي وصلنا. دخلت بنفسي الى الصالة وتأكد لي ان الخبر صحيح. المهم فوق هذا كله حاولنا نهدي الجماهير، قلنا لهم اهدوا وكلها شوفوا اشاعات، شوفوا امور كذابة وشوفوها، اهدوا لا تخلوهم يستفزوكم، اجلسوا هنا وما لكم الا شلال بعد ان يوصل يخرج يحييكم من على الصالة هذا وعلى الخشم هذا. اذا ما وصل جبت حرقوا الشنب هذا، والتزموا وتمام والامور طيبة تمام. خلونا اشرح لكم. انا هذينا موجود وانا هذينا مسؤول على دورية الامنية داخل المطار. المهم استفزهم السعوديين، وحتى انا كان في قلبي كبد من هذا الكلام اللي وصلنا البلاغ، لكني حاولنا نهدي الجماهير، قلنا لهم كذب ولا تصدقوش اشاعات وصلت طائرة شلال. طبعا كل واحد عنده جوال وعنده نت وعنده كذا، واللي استمعوا شافوا الفان دبيس بالقناة العربية بعض الناشطين بث مباشر. وصلت الطائرة، وصل شلال، وعندهم المعلومات ان السعودية التحالف العربي المتواجد في المطار رفض رفع علم شلال ورفض رفع علم الجنوب. يعني قد هم لهنا رحنا بنفوسنا كرجال امن، قد رحنا لهنا، لكن رحنا تغاضينا وسكتنا، قلنا ما بنسوي شي مشاكل علشان المدير ما يعرقوا له داخل رياضي، يقولوا خلاص لا تروح. قد يكون انهم يستفزونا من شان ما يوصل شي شلال. هدئنا الامور بقدر الامكان. بعد ان وصل شلال، وصلت الطائرة، كل واحد عنده جوال عنده نت، شافوا قناة العربية لا تبث مباشر، طيران وصل، شلال جاي، وصل الجماهير. البوابة الأولى حق المطار، الصالة الأولى 3 أفراد أمن، والصالة اللي داخل 4 أفراد. حرام وطلاق 3. يا الجماهير إنها مع جلست ولا صبرت، خاصة بعد ما وصل لهم الخبر إن التحالف رفض رفع صورة شلال. شوفوا
أنا أقولها لكم صراحة، ما أشبه سياسة. اهتجت الجماهير كلها، الجماهير اللي بالصالة الخارجية عند مواقف السيارات. أما الجماهير اللي كانت خارج اللي منعناهم الدخول قعدهم برا، خلينا ندخلوا. دخلت الجماهير اللي كانت انصرفت، هاجوا كلهم اللي عند موقف سيارات، كسروا لك الابواب. الافراد اللي معانا ايش بتقول لهم؟ اقتلوه، قاتلوه. واللي جاء مع ابنه، واللي جاء مع اولاد اخته، واللي جاءت مع عيالها، والله يحرمها جاءت مع 3 اولادها، قالت يستقبل شلال مع 3 اولاد. بالله عليكم لو كان واحد من رجال الامن ضرب عليها رصاص وقتلت، ولا قتل واحد من اولادها، حرام وطلاق. انتم يا مطبلين، طلاق. انتم يا مطبلين انكم اول مهاجمين على رجال الامن. قتلوا المواطن، اوه سووا بلا باليه، والله قتلوا المواطن، والله بدري ايش. هؤلاء رجال الامن نوعد عليهم، نركن عليهم. لكن انا متاكد انه هؤلاء المستفزين وهؤلاء النشاز هم اسماء مستعاره للجنوبيين فقط، ولا اي انسان جنوبي بالكلمه بمجرد انهم رفضوا نرفع علم الجنوب داخل عند الطيران انه بيغار ولا بيرضى على نفسه لو الموت انه رافعه. الا اللي قدوا قليل ماشي بعدم ولا ضحى من شهداء ولا هو عارف، هذا شيء ثاني. هذا الجماهير غارت، نساء من نساء عدن، والله حرمة جاءت مع 3 أولاد أطفالها، ودخلنا دخلناها قد هايت مع المهاجين، وهجموا على البوابة الرئيسية، وقلنا الأفراد انتبهوا تشتبكوا معهم، هلا مواطنين جنوبيين، خلهم ما نسوي. هذا شعب. دخلوا أنا بقول لكم صراحة، وقالوا لي ممنوع تبث هالكلام هذا على المملكة العربية السعودية لأنها شقيقة، وأنا من ضمن الشقيقين، لن عزها الشقيقة، لكنها استفزت هي الجماهير. هم اللي استفزوا الجماهير، وهم اللي أجبرتهم باستفزازهم. بسبب استفزازهم أجبرت الجماهير أنها تدخل إلى الطيران. ولا والله وأنا أقسم لكم بالله أنه ما كان بيدخل مواطن واحد إلى قرب الطائرة، ما كان واحد بيدخل. لكن العربية السعودية الأشقاء وصلوا هذا البث مباشر لهم. الأشقاء قد يكونوا هذا اللي قائمين داخل المطار مخترقين من قبل حزب الإصلاح، قد يكون، أو من قبل الأخوة، أو من قبل الحوثي نفسه. تستفز الجنوبي ليش؟ أنت بأرضه يا أخي، تقول له ممنوع ترفع صورة شلال، ممنوع تدخل صورة بعلم الجنوب. يا أخي أنت في حالة خطر، أنت في حالة يعني أمور مش طيبة، تجي تستفزهم ليش؟ استفزهم ودخلوا كسروا البوابة الأولى، ومعنا فردين بالبوابة الأولى. كم بيقاوم؟ إيش بيقاوم شعب، بيقاوم جمهور، رغم أن الجماهير هذه كلها اللي دخلت إلى الصالة مواقف السيارات مفتشة بالتدقيق، تفتيش بالأجهزة. حرام وطلاق حتى الحريم إنها تفتشت من قبل الحريم، من قبل حتى بثروة الداخلية تفتشت انه لا يوجد عند اي حرمة او عند فرد او طفل عنده شيء يسيء الى الامن او انه شيء خوف عليه. دخلوا وجلسوا وفرضنا عليهم انهم يجلسوا، خلاص طالب من الجماهير كذا، وتقفل الشارع بالعام هناك عند السيارات، خلاص يدخلوا يجلسوا عند مواقف السيارات في الصالة. وقلنا لهم شوفوا شلال بعدين بيخرج بيحييكم لهنا، كواجب عليه انه يخرج يحييكم لهنا. وعلى الخصم اذا ما خرج لكم لهنا قسم لكم بالله العظيم انا اللي تحكموه، انا راضي. انا كلمت احد كان اللي يتكلم باسم الجماهير هناك، واعتقد انهم اللي شاهدوني الان اللي كانوا حاضرين موجودين، جلسوا واقتنعوا بالكلام ورضيوا. دخلوا الممثلين، يعني الممثلين هذول خالد السنمي وغيره من الممثلين اللي شلال عليه شاعر، عندهم تصاريح، وبعض الوكلاء الوزارات دخلوا، وهم من أبلغونا
ان التحالف العربي ضرب احد المواطنين الجنوبيين بسبب انه رفع صورة شلال او رفع صورة علم الجنوبي. حاولنا برضو نهدي، قلنا لا تستعجلوش، قد يكون ربما انهم يستخدمون اسلوب حتى يجرونا الى الاشكاليات حتى يمنعوا شلال من العودة. تمام، حلو. لكن احنا استوعبنا هذه الامور، لكن الجمهور ما استوعبش هذا الجمهور، ما استوعبش هذا الكلام. خلاص فار دمهم، فار. يا اخي هذا شعب يا اخي، جمهور يا اخي شعب يا اخي يحب شلال يا اخي، ايش تسوي به؟ شعب عندهم شلال وعدروس خط احمر، شلال عدروس ابو اليمامه، صالح السيد، عبد اللطيف السيد، خلا عندهم خط احمر. الشعب الجنوبي خلا خطوط حمراء. جلال الربيعي، هذه خطوط حمراء عندهم الشعب. ما بيكون اسكت على تهينوا ليش؟ ولا تستفزوا بهذا الكلام ليش؟ احنا معاكم وانتم ضدنا، نحن نحاول نهدي وانتم تستفزوهم داخل. تقول ممنوع صورة شلال، ممنوع العلم الجنوبي، ممنوع. هذا اللي استفزهم. واول ما وصلت الطيران كل واحد عنده جوال من المواطنين، تابع قناة العربية، تابع قناة السكاي نيوز، كان مدري ايش من القنوات هذه اللي تبث مباشر. وصل الطيران، نزل شلال، الا والجماهير خبوط ولا حد تسوي ايه. قلنا لهم اسمحوا لهم بالدخول، بعد قتل مواطن جنوبي حرام وطلاق ثلاث. يدم الجنوبي من مواطن انه يسوى عندي التحالف العربي ويسوى عندي العالم كله ما يسوى قطرة من دم مواطن جنوبي او مواطنة جنوبية او طفل جنوبي. حرام وطلاق، ما وجه النار عليه. فكوا لهم الباب. وصلوا للصالة الداخلية. الصالة الداخلية ما عاد انتظروا الإذن. أقسم لكم بالله أنهم كسروا الأبواب على معي ودخلوا لما الطائرة لما الجيش. والحكومة كانت نازلة، وأول ما شافت الجماهير متدفقة رجعت جاري لما دخل الطائرة. ورجعوا قالوا يا شلال أنت انزل الأول، عندك جماهير هذه من شان الجماهير تتصرف تروح لها. نزل شلال الأول وطلعوا السيارة حقهم باهر. الحمد لله انهم طلعوا السيارة، حتى طلعوا فوق سيارة رئيس الوزراء، لان هي كانت القريبة جنب الطيران. رئيس الوزراء والثوباني الله يحفظه هو اللي مسك شلال وسحبه وطلع سيارة الوزراء. قلت يا ثوباني ليش ما طلعت شلال فوق سيارته؟ قال بعيد، سيارة شلال عند البوابة الرئيسية كذاك، وين تبغى توصل منتبه الجماهير هكذا فوق شلال. طلعه فوق وهرب به خرط. بعد ما خرج شلال مباشرة إلا والصواريخ قبله. إذا من يتحمل الدماء هذا؟ يتحملها هي التحالف العربي، يتحملها هي المملكة العربية السعودية. إذا كانت مش المملكة العربية السعودية تتحملها الممثلين على المملكة العربية السعودية داخل المطار، اللي هم قائمين داخل المطار. هذا أنا بقول الكلام هذا اللي خايفين كثير ناس يصرحوا به، لكن أنا بصرح به وأمام الملأ، وأنا موجود وأنا شاهد بعيني. هذا ما حد قال لي هذه عين. ليش تستفز الجنوبيين يا أخي؟ إذا الجماهير هذه دخلت بسبب استفزازكم يا التحالف العربي داخل عيب. احترموا دماء الجنوبيين يا أخي، احترموا علمهم يا أخي، احترموا شعارهم، احترموا قياداتهم. عيب إذا تستمروا له أي كلام احترموهم. تستفزيهم ليش يا أخي؟ استفزيتهم وتحملوا مسؤولية استفزازكم. وبعد هذا كله الخبر كله اللي حصل، بعد هذا كله اللي حصل، بعد الصاروخ مباشرة أول ما ضربت العربة المدرعة حق المملكة العربية السعودية، ضربتنا العربة المدرعة اللي ضربت قصدها تربك الشارع، تربك العام. كل القيادات مسلحة، كل قائد وراء حراسة، كل الأمن موجود، الانتشار موجود، كل شيء موجود، كل واحد مسلح، كل واحد بطنه جعبة، كل واحد عنده قنابل. كل واحد عندما ضربت العربة السعودية اللي داخل المطار مش عارفوا كان قصدهم يخوفوا الناس
أو قصدهم قالوا استفزاز أو يضربون الناس مش عارف. المهم احتجت الناس كلها، الأمن كل واحد دافع على نفسه وشحن الآلة واشتغل. خارجت الأمور عن السيطرة، خارجت من هنا ومن هنا. يعني المشكلة الأساسية كلها بهذه المشاكل كلها، أما رجال الأمن اللي يقول قصروا، أنت كذاب ومنافق. قمنا بالواجب وبزيادة على قدر الإمكانيات اللي احنا بها، لكن قمنا فوق بها وأزيد وأزيد وأكثر. وهل استطاع؟ واللي يقول فشل الأمن، هل استطاع أحد من الغماسي اللي هذا المفخخين أو الإرهاب أو القاعدة أو إنه يدخل المطار عدن مفخخ، أو قدر يخترق الأمن داخل الكتيبة الأمنية اللي مكلفة بحماية المطار؟ ما حد قدر. رجعونا عبر الجو صواريخ اللي يقول لك من تعز واللي يقول لك من دمار واللي يقول لك احنا شفناه ولاحظناه. أول صاروخ قرح، ثاني صاروخ ركزنا عليه منين جاء من جهة الصولبان والمدينة الخضراء ومن أمام هذه الأمور. إذا من اللي تحمل مسؤولية التحالف العربي؟ التحالف العربي يا تحالف عربي، عيب تلعبوا على الناس، عيب. لو كان فيكم الروح الحقيقية لبناء والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، لن نقول إلى الشعب الجنوبي، اليمني، لأنه اتفاقاتكم يمنية. اليمني ليش تجيبوا شلال مع الحكومة؟ كان جبتوا الحكومة قبل كل شيء وبعدين تجيبوا شلال، ولا كان تجيبوهم وتنقلون بهليكوبترات لما الماشي بدون عاد مطارات طال من عندهم ما عندكم. أما الجو يتحمل مسؤوليته التحالف العربي. الجو نحن كأمن كقوة أمنية نتحمل مسؤوليتها على الأرض. هل دخل مفجر؟ هل دخل مفخخ؟ هل دخلت سيارة مفخخة؟ هل ما في. جاؤنا من الجو، ما قدروش، جاؤنا من الجو، وكنا نبث مباشر من هناك بثقة، واحنا عارفين ايش مرتبين وعارفين ايش عندنا. لكن هم استفزوا الشعب اليمني. إذن المملكة العربية السعودية من تتحمل المسؤولية، ولا يراجعوا قيادتهم اللي داخل المطار داخل الحمايات، لا يستفزوا أي جنوبي. عيب الاستفزازات الجنوبية، قدموا كم من شهيد وقدموا كم من راس من أجل أن لا ينزل علم الجنوبي. جاي أنت تقول لي ممنوع يرتفع علم الجنوب وممنوع ترتفع صورة شلال؟ من أنت عشان تقول ممنوع؟ هذه أرضنا وهذه بلدنا يا أخي، نموت ونحيا بها. الموت عندنا ولا شيء، نشربه شربة ماء. أو عاد أمس قتل شقيق وعزيز وغالي على قلبي، وأنا كل يوم أنا وياه داخل صابر اليافي الله يرحمه، ما هزلنا شعره. وكذلك كان يقول أنا فداء للوطن وكلنا فداء للوطن، كلنا فداء. أما أنك تجي تستفزني، لا تكون تعمل ذي الحسنة وبها ذبي. هكذا أنا بقول الكلام هذا اللي ما يقدروش يتكلموا فيه السياسيين الكبار، نحن نتكلم فيه، واللي أمام عيوننا واللي توصلنا كل شيء ما عاش توصلنا قارحنا لحظة أصلا. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكم. الجنوب حقنا، الجنوب حقنا مش حقنا نحن الضالع، حق الجنوب، حق كل جنوبي، الجنوب حق كل جنوبي. وأي محتل بيخرج منه، كان محتل شمالي، كان محتل خليجي، كان محتل خارجي، كان أمن وقف معنا بنشيله فوق رؤوسنا، هنا. يكون من كان. والأيام القادمة نحن يا مشروع، نحن ما عندنا مشروع، عندنا مشروع يا شهادة يا موت فقط، مش عندنا غيره، ما فيش عندنا غير هذا الخيارين أبدا، ما فيش، يا شهادة يا موت.
احنا بنتكلم بالكلام اللي ما يقدروا يتكلموه السياسيين الرسميين. هذا كلامنا، هذا الكلام الحقيقة واللي وقع قدام عيوننا. الجماهير التي وصلت إلى مدرج الطيران وسلم الطيارة